انا لو قلت لكم ان الثلاثه ضحايا بالنسبه لي، طبعا ممكن تقيموا عليا الحد، انا عارفه، بس اتقالوا كده وطولوا بالكم معايا. هفهمكم حاجه معينه، انا اخصائيه نفسيه، فمش دوري ان انا احكم على حد، ولا دوري ان انا هاجم على حد، ولا دوري ان انا ادافع على حد. يعني انا ولا دوري محامي ادافع عنهم، ولا دوري ان انا وكيل نيابه مثلا اهاجمهم، ولا دوري ان انا من القضاه علشان احكم عليهم. انا دوري مرشده نفسيه، اعمل لكم ارشاد، واعمل لاي حد محتاج ارشاد اوجهه للطريق الصح. فتقالوا كده معايا وتعالوا نتكلم مع بعض واحده واحده. هو الشيطان دوره ايه في الحياه؟ دوره اننا نظلم نفسنا. انا اظلم نفسي، والست دي تظلم نفسها، والولد ده يظلم نفسه، والبنت دي يا حبيبتي لو ما ظلمتش نفسها او ظلمتهم هتبقى مظلومه. فدور الشيطان انه يطلعنا كلنا كده من الدنيا دي ظالمين، تمام؟ فعلشان كده دايما بيستخدم عادات وتقاليد في البيئه اللي الناس دي منها، وانا بسميها عادات وتقاليع. فلما اقول لكم تقاليع افهموا، العادات والتقاليع دي مخليه الست دي عندها كم من عدم الوعي كبير جدا، لدرجة ان هي شايفة انها لما تفتح التلاجة كده هي بتدافع عن ابنها. لان الست دي اتربت في بيئة زمان، على حسب القصص اللي كنت بسمعها، ودي قصص حقيقية موجودة لغاية دلوقتي، بس يعني هي من زمان ولسه مستمرة في بعض الاماكن. كانوا بيقفلوا على الاكل. يعني الست كانت سوري، الست تتجوز، وطبعا هي في بيئه ريفيه، تروح الغيط تسرح مع جوزها، ترجع مثلا تشوف شغلها مع المواشي مثلا، لو هتاكلهم او كده، بعد كده تدخل البيت لو هتطبخ او هتروق او الكلام ده كله. دي مرات الابن. مين بقى المسؤولة عن إدارة المكان؟ هي الحما أو الأم. دي في البيوت دي عامة، ده اللي بيحصل في البيوت دي. فالأم دي ما بتعملش أي حاجة غير إنها قاعدة بتراقب مين جاب إيه ومين عمل إيه، وهي بتتحكم في كل حاجة، لدرجة إن هما بيقفلوا على الأكل بميعاد وبكميات معينة. يعني ممكن لو هي طبخة وزة مثلا أو طبخة فرخة، فبتبتدي توزع الوزة والفرخة دي على ولادها الصبيان، والستات اللي متجوزاهم بيبتدوا ياخدوا ايه بقى؟ البواقي، جناح، رجل، ده لو اتبقى حاجه. طيب لو ولد او بنت من الاطفال اللي في البيت جاعوا، برضو ممنوع ان هم يروحوا يجيبوا الاكل وياكلوهم. طيب هل انا بهاجم الست؟ لا خالص والله. هل انا دوري ان انا هاجم؟ برضو خالص والله. انا بس بفهمكم ان الناس دي اتبرمجوا على حاجات معينه. طيب مين السبب في البرمجه دي كلها؟ السبب في البرمجه دي كلها بيكون تحريف من الشيطان في الاول، وانا هشرح لكم في القناه العلميه يعني ايه العادات والتقاليد دي بتيجي منين، والشيطان بيحرفها لنا ازاي. بس انا دلوقتي بشرح لكم حاجه عشان الناس اللي عماله بتهاجم و مش فاهمه الامور جايه منين. الست دي اتظلمت في انها اتربت في بيئه سامه، بيئه